الاعدادي. تحياتي لكم. يا رب تكونوا بخير وبتظبطوا الدنيا معاكم كده في الفتره الجايه. زمايلكم في سنه اولى وثانيه اعدادي خلصوا امتحانات، فالنهارده هنشوف شغلهم كده ونتعلم منه، لان 90% من شغلهم انت بتشتغل زيه. ده منظر الامتحان بتاعهم. ورقه الاسئله بيجي لك السؤال الاول اللي هو النظري زي ما انتم شايفين كده، السؤال الثاني التعبير الفني، بعد كده بيجي لك اجب عن 2 من 3. اول واحد التصميم الابتكاري، تاني واحد التذوق الفني، والتالت الاشغال الفنيه. 3 اهو، بتختار 2 يبقى انت هتحل 3 اسئله في ورقه الاجابه. دي شكل ورقه الاسئله اللي هتجيلك زيها ان شاء الله، وهصور لكم ورقه الاسئله بتاعت السنه اللي فاتت في فيديوهات بعد كده. تابعونا مع كل حاجه بتحصل في التربيه الفنيه في ثالثه اعدادي. نيجي نشوف بقى شغل الطلبه عندنا. دي ورقه الاجابه اهي، هتسلمها لك المدرسه في الامتحان ان شاء الله، بتبقى بالشكل دي. عندك مرايه فيها رقم السؤال، وهنا مجموع الدرجات اللي بتاخده، وهنا رقم المراقبه الرقم السري، وبتخش على طول. انت مالكش دعوه بالصفحه دي خالص. تخش كده تلاقي زميلتكم هنا عامله محلل النظري هنا. ادي سؤال سؤال النظري في الصفحه دي كلها، اللي هي الصفحه اللي فيها اللي هي فيها الورقه العريضه. بتحل النظري هنا. طبعا النظري هو اللي بيرفع مجموعك، وهو اللي بيخلي مجموعك كويس. زميلتكم هنا حل النظري واخده فيه الدرجه هنا كامله بالمنظر زي ما انتم شايفينه كده. بعد كده سؤال التعبير الفني، زميلتكم رسمه موضوع التعبير الفني زي ما انتم شايفينه كده ومظبطاه، موضوع عن البيئه الزراعيه. شايفين الاطار اللي هي عاملاه، شايفين البشر بره وجوه. كل ده هنتعلمه مع بعض بفيديوهات متتابعه خلال الفتره اللي جايه ديت. هعلمك ازاي ترسم في موضوع التعبير الفني، وازاي تبشر، وازاي تدور على عناصر الصح الخاصه بالمشروع بالموضوع، وازاي تبدا تظبط على العناصر بتاعتك وتدخل فيها طرق التلوين. الكلام ده كله، وازاي تعمل الاطار، الكلام ده كله هنعرفه مع بعض في فيديوهات لاحقه ان شاء الله. ده موضوع التعبير الفني اهو، بتعمله كده. بعد كده ادي موضوع التصميم الابتكاري. تحيا كاتبه تحيا مصر بخط هندسي. شايفين طرق التلوين الجميله، مدخله الالوان مع بعض عشان تحقق الحاجه اللي بتقول كل ما الشكل زاد الوانه زاد جماله. وشايفين طبعا برضه الاطار مشترك معانا في كل المواضيع، وبشره بره بلون وجوه بلون، فطلع بالشكل ده، واخده 6 من 6 فيه، شغلها 100 100. بعد كده موضوع القص واللزق اللي هو الموضوع الثالث. كان الموضوع عن الاشجار، هي هنا عامله شجرتين بس، وعامله الاطار من القص واللزق. بعد كده ان شاء الله برضه هعمل لك فيديو هشرح لك ازاي اقص، وازاي اعمل الاطار من القص واللزق، وازاي ادخل اللونين مختلفين واعمل اشجار مختلفه ما تبقاش كلها بلون واحد، عشان برضه احقق الجمله اللي بتقول كل ما الشكل زاد الوانه زاد جماله. ودي اهم حاجه في التربيه الفنيه. اللي انا عايزك تشوفه ان شوف كراسه زميلتك شغاله هنا، وشغاله هنا، وشغاله هنا، وشغاله هنا. عشان كده لقيت السؤال الاول درجته، السؤال الثاني درجته، السؤال الثالث درجته، السؤال الرابع درجته. لازم تشتغل في كل المواضيع عشان كل سؤال له درجه. ده مش معناه ان انا اروح اضيع الساعتين في موضوع التعبير الفني واسيب ده هبص الاقي هنا واخد هنا مثلا 8 من 8، وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0. فلازم تشتغل في لازم كراستك في الامتحان بتاعتك تبقى زي دي بالظبط. تفتح كده تلاقي النظري، تفتح كده تلاقي الموضوع الاولاني، تفتح كده تلاقي الموضوع الثاني، تفتح كده تلاقي الموضوع الثالث. ده الطريقه الوحيده اللي تخلي المصحح يديك درجه كويسه. انما هتسيب له موضوع فاضي هيديك هنا 0، مش هيمسك القلم ويعمل لك. لا، مفيش الكلام ده خالص في التصحيح. زي ما الطالب شغال احنا بنديله. تمام. وان شاء الله كل موضوع من الموضوعات ده اهو هنزل لك بها فيديو ازاي تشتغل في التعبير الفني، ازاي تشتغل في التصميم الابتكاري، ازاي تشتغل في الخط الهندسي، ازاي تلون، ازاي تبشر، ازاي تقص، ازاي تعمل اطار من القص. كل حاجه او كل سؤال هتجيلك في امتحان ثالثه اعدادي هنزل لك بها فيديو ان شاء الله على القناه، وتبدا تشوفه وتتعلمه عشان تخش ان شاء الله تظبط دنيتك فيه. ويا ريت ما تستناش قبل الامتحان بيوم او يومين، لا، ابدا شوف الفيديوهات دلوقتي ودرب نفسك عليها عشان تخش الامتحان تعرف تعمل انا عارف ان اغلبيه طلبه ثالثه اعدادي ما بتروحش المدارس وما خدتش تربيه فنيه طول السنه، بس هتخش تلاقي نفسك قدامك ورقه اسئله ومليانه اسئله وورقه اجابه، والمفروض تجاوب الاسئله دي. هنا هتعمل لو ما انتش داخل عارف هتلاقي الساعتين الزمن اطول ساعتين زمن عليك. والتربيه الفنيه ما بتتغشش. انت هتغش الرسم ازاي؟
لو مادة تانية اقول لك ممكن تاخد كلمة من هنا وكلمة من هنا بتعدي، لكن التربية الفنية هتجيب زميلك يرسم لك، هتجيب الملاحظ يرسم لك، لا، هتبص تلاقي نفسك قاعد في اللجنة مش عارف تعمل ايه. فلازم تتعلم الحاجات ده، هي قبلها على الاقل فاضل اسبوعين اهو، على الاقل تتعلم في الاسبوعين ده هم عشان تعرف تخش تعمل ايه في الامتحانات. وانا معاك والقناة ما تحت معاك، ولو في اي حد عايز اي حاجة في التربية الفنية مش فاهمها يكتب لي في التعليقات وانا هنزلها لك وهشرحها لك، مفيش فايدة ومفيش مشكلة خالص في اي حاجة. طلبة عندي شغالة كده، طلبة معايا كانوا شغالين كده في اولى وتانية اعدادي، وطلبة تالتة اعدادي برضو شغالين معايا كده. اي حد خارج الجروب بتاع المدرسة عندي وعايز يسأل وعايز يستفاد يخش. اي حد مش فاهم اي حاجة في الحاجة اللي احنا بننزلها يكتب لي في التعليقات وانا هنزلها له بصورة مبسطة وبصورة اوضح. المهم ان انت عندي تخش تالتة اعدادي تعرف تشتغل، دي اهم حاجة عندي، لان المادة عندنا مادة نجاح ورسوب، فخلي بالكم منها كويس جدا. يا ريت اللي يشوف الفيديوهات دي يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويعمل تعليقات ومشاركة عشان كله يستفاد من اللي احنا بنقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.